دي فوطة الأطباق. الفوطة دي بقالها معايا أكتر من 3 سنين والله. فوطة جرين واي من أول ما جرين واي دخلت مصر. تمام. المنظر البشع ده بتاع صاج كنت عاملة شاوية فيه سمك. المهم يعني طبعا المنظر كان بشع، أنا دوب بس صفيت الحاجة اللي فيه ولسه هنضفه، فقلت اما اوريكم بقى بالمرة. الفوطة القديمة دي أنا بستخدمها بنضف بيها، وممكن بعد كده بعيد بالفوطة الجديدة دي. الفوطة دي الحمرة دي بقالها معايا تقريبا سنة. تمام. طبعا واضح الفرق، دي مهرية قوي ومتاكلة ومن كتر الاستخدام يعني، بس والله شغالة ما برحمهاش، هي صراحة مناضلة يعني. ده الفرق بين الاتنين، ان دي النسيج الخشن بس ناعم معايا شوية بس شغال برضو، هوريكم دلوقتي. والتانية النسيج بتاعها طبعا لسه بزهوته يعني. بصوا دلوقتي كده انا بعمل البقع الحروق اللي في الصاج. بصوا بتروح بكل سهوله بميه، انا بله الفوطه ميه فقط لا غير، مش حاطه اي صابون ولا اي الواح ولا اي مستك ولا اي حاجه خالص، بس بالفوطه. بصوا المنظر بيطلع الحاجات اللي في الحروق اللي في الصاج ازاي بسهوله. طبعا انا خلصت كده ظبطت البتاع. بصوا منظر الفوطه عامل ازاي، كل الحروق البتاع هيبقى فله دلوقتي. تمام. بمسح بالناحية الناعمة، بنضف بس اللي انا عملته. والله ما شطفتوش بعدها الصراحة، هو اصلا لقيته ولا ريحة سمك ولا اي حاجة خالص. دلوقتي هغسل بس الفوطة واعيد مرة كمان على الصوت بأي صابونة طبيعية. تمام. يستحسن طبعا تكون غنية بزيت الزيتون عشان تنضف بسهولة. هندعك الصابونة كويس. يستحسن برضو لو في دهون او في يعني الفوطة مليانة قوي، بنغسلها بالصابونة الطبيعية والمية السخنة. بصوا بتنضف بكل سهولة، بترجع زي الفل. انا برضو هعيد تاني على الصوب. تمام. آه الفوطة بجد فظيعة والله، بجد يعني يا جماعة مرمطها معايا وزي الفل.